السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم احلى عيش. انسي بقى عيش التوست او اي عيش انت عملتيه قبل كده، وكمان من غير ما نعمل اي مجهود ومن غير ما نعجن خالص. والنهاردة احنا كمان مكملين في سلسلة مخبوزات نظام الطيبات، يعني عاملينه صحي بدقيق الحبة الكاملة. يا ريت بس تتبعي الخطوات للاخر علشان هقولك على الخطوات المظبوطة. وتعالوا بقى نفتح رغيف من جوه، شايفينه من جوه اللهم بارك بجد تحفة. يا ريت بقى لو اول مره تشرفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناه علشان يوصلك مني كل جديد. في الاول بنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده انا هعمل معاكم دي الحبه الكامله، ولو ما عندكش دي الحبه الكامله هقولك تعملي ايه واحنا شغالين. في الاول انا نزلت ب 600 جرام ميه، والميه عاديه خالص من الحنفيه. نزلت بقى عليهم كده ب 15 جرام خميره فوريه. لو هتعملي بالمعلقه يبقى معلقه ونص. رجعت بقى ضفت 5 معالق كبار سكر، يعني على الميزان 75 جرام. ما ضفتش اي اضافات تانية مع الخميرة والسكر الا لما اتأكد ان الخميرة نشطة. لو ريحتها ظهرت واحنا بنقلب وكمان عملت معانا فقاعات يبقى كده الخميرة نشطة، نقدر نشتغل بيها. بعد كده انا هضيف الزيت. ضفت بقى 100 جرام، واهم حاجة ان الزيت ما يكونش ليه اي ريحة. بعد كده هنقلب شوية تقليبة بسيطة خالص، وهنضيف كمان معلقة خل. بس انا نسيت الخل ان انا اضيفه في الاول، فانتي هتضيفيه بعد الزيت على طول. انا ضفته كده بعد ما ضفت الدقيق والملح كمان. واهم حاجة الخل علشان هيخليه خفيف وطري بعد السوا. ضفت بقى معلقة خل، وضفت كمان نص معلقة ملح. وفي اول العجن احنا بنقلب بالمعلقة، يعني ما بننزلش بايدينا خالص. اول ما بنتوه الدقيق بالخليط بنبدأ بقى نشيل المعلقة وننزل نشوف العجينة. وزي ما اتفقنا النهاردة ما فيش عجن خالص، دي الحبة الكاملة ما بنعجنوش خالص علشان ما يكونش ليه اي عرق. يعني بنتوه الدقيق بالمية في الاول، لو لقينا بقى العجينة يابسة بننزل بالمية واحدة واحدة. انا لقيت لسه العجينة تقيلة معايا، فلازم دي الحبة الكاملة يكون عجينة طرية بتتلزق علشان بس يبقى طري بعد السوا. جبت بقى 100 جرام جنبية وبنزل بالمية واحدة واحدة. هقولك بقى لو ما عندكش دي الحبة الكاملة تقدري بقى تخلطي كوبايتين دقيق عليهم كوباية رد. بس لازم يكون متأكدين ان الدقيق اللي احنا هنخلط عليه الردة يكون دقيق يعني ملوش اي عرق. يعني تقدري تعملي دقيق اسمر مع ردة، ما تعمليش دقيق الزيرو. او تقدري تشتري الحبة الكاملة وتعمليها في البيت في الخلاط. ادي بقى شكل العجينة، اخدت معايا 750 جرام، بس على حسب نوع دي اللي انت بتعجنيه. العجينة ما شاء الله طرية وبتتلزق. غطيتها وسبتها كده نص ساعة. بعد نص ساعة زي ما انتوا شايفينها كده ملت معايا الحلة. ولازم دي الحبة الكاملة ان انت تسيبيه يخمر قبل بقى التشكيل مرة وبعد التشكيل مرة، علشان لو سويتيه قبل ما يختمر مش هيرتفع معاكي في الفرن خالص. يعني مش زي الدقيق الزيرو. الدقيق الزيرو لو ما اختمرش معاكي حلو عادي خالص، وانت بتسويه بتلاقيه ارتفع في الفرن. بعد كده هبطت بقى العجينة، بليت ايدي كده زيت وهبطت العجينة. وهعمل بقى القطعة 150 جرام، يعني حجم الرغيف هيكون معايا 150 جرام. عملت بقى الكيلو 13 رغيف، بس ما شاء الله حجمه كان تحفة. بس في خطوة في الفرد هقولك عليها علشان يطلع معاكي مظبوط. بعد ما بنقطع كل الكمية بنغطيها بكيس خفيف كده علشان ما تعملش معانا طبقة ناشفة، او عادي خالص لو هتشكلي على طول. نيجي بقى للتشكيل. في بقى خطوتين مهمين في التشكيل. قبل ما بنشكل بنمسح الصاج او الصينية بزيت، بس تكون مسحة جامدة شوية، يعني بنكتر الزيت تحت الرغيف علشان لو ما مسحتيش هيلزق مش هتعرفي تطلعيه من الصاج او الصينية. نيجي بقى لتاني خطوة. بنفرد الرغيف وما نخليش سمكه رايق قوي علشان ما ينشفش، علشان الدقيق الحبة الكاملة بتلاقيه ما بيرتفعش قوي، ولو اتفرد جامد هتلاقيه كده ايه رقيق وناشف. فانتي اعمليه سمكه في الوسط. انا عملت بقى صاج سمكه كان تخين معايا كان طري، والصاج التاني كان سمكه رقيق. علشان كده بقولك خلي بالك بقى من الخطوة زي كده، ما تخليش سمكه رقيق خالص. الصاج الاولاني كان سمكه رقيق خالص معايا، اما الصاج التاني انا عملته بقى سمكه تخين شوية. بنفرد ما بنوسعش قوي. بعد كده بنبل ايدينا زيت لو لقينا العجينة فيها اي تلزيق. بنفرد بقى كل الكمية مرة واحدة. مفيش بقى حاجة صعبة خالص، والخطوات كلها سهلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جامد منك. يلا بقى حطوا اللايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. لما تيجي تفردي الرغيف جيبي من جوه لبره علشان ما تخليش الحروف رقيقة ومن وسط يكون تخين.
يعني بتبدأي كده من جوه لبره بتلاقي الرغيف بيوسع معاكي على طول. فردت بقى كل الكمية ونيجي بقى للتشكيل. بنشكل كده على الرغيف من فوق علشان ما يرتفعش بايدينا كده، وبنعمل اي شكل على الرغيف علشان ما يرتفعش زي العيش البلدي او عيش الردة. العيش النهاردة بجد طعمه تحفة ومقارب من القرص الفلاحي. يعني هتعملي حاجة كده في البيت هتبقى مقربة من القرص الفلاحي بدقيق الحبة الكاملة، صحية. وكمان اللهم بارك العيش الأسمر بيكون صحي وسنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. بنشكل بقى كل الكمية، بس أهم حاجة ما تشكليش إلا لما تلاقيه خمر، يعني تلاقي الرغيف حجمه زاد. ولو معاكي سمك رقيق مش هتنفع تشكليه خالص، هتلاقي بقى كده التشكيل مش باين خالص مع الرغيف. بتسيبيه بقى ربع ساعة بعد التشكيل، وبترشي عليه سمسم أو حبة البركة وتقومي تسويه، يعني ما بياخدش وقت خالص بقى بعد التشكيل. بندخل بقى أول صاج احنا عملناه في الأول، بس في الأول بنشغل الفرن يسخن قبليها ب10 دقايق. أول ما بيسخن الفرن بنوطي خالص البلاطة وبنخلي الجنوب وسط. بندير بقى الصاج كل شوية علشان يدينا لون موحد. ريحة العيش وهي بتستوي بجد أحلى من القرص الفلاحي. جربيه هيعجبك جدا، بس أهم حاجة تمشي على الخطوات علشان يطلع معاكي مظبوط. لو العجينة يابسة العيش هينشف معاكي، ولو كمان فردة سمكه رايق قوي هتلاقيه في سمكه مفتوح في الصاج وهتلاقيه بينشف برضو معاكي. فانتي خلي سمك الرغيف مظبوط والعجينة تكون مظبوطة، والتشكيل هيبقى معاكي مظبوط لو كل الخطوات مظبوطة. بتسويه بقى على النار هادية وبتديريه كل شوية لحد بقى ما يديك اللون الذهبي الجميل. ريحته اللهم بارك في منتهى الجمال، ريحته بجد تحفة. كمان لو هتسويه في فرن البوتاجاز هتمشي على نفس الخطوات. بتشغلي الفرن قبليها ب10 دقايق، بتدخليه على الرف اللي في النص وبتسيبيه. بعد شوية بتشوفيه وبتديريه كل شوية لحد ما يديكي السوا المظبوط. ما شاء الله طريقته سهلة وسريعة، تقدري تحضريه في أي وقت، بس لازم تجربيه بجد طالع تحفة. خلصت بقى كل الكمية وهو لسه سخن على طول. أنا طلعت العيش، ادي الصاج اللي كان سمكه رايق قوي والصاج اللي كان سمكه معايا مظبوط. بقى ده طري وده كان طالع ناشف شوية. علشان كده خلي بالك من الخطوات، علشان كده بقولكم تابعوني للآخر. واي غلطة كده انا حبيت ان انا اوريها لك. شايفين ادي حجم الرغيف التخين، اللهم بارك حجمه طري وكمان خفيف جدا. لو عملتيه بقى سمكه رقيق هتلاقيه بينشف معاكي من الحروف. اللي كان سمكه تخين شوية معايا اللهم بارك لحد الاخر كان طري. اما التاني اللي هو كان سمكه رقيق شوية هو حلو مقرمش بس كان بينشف على طول، فلازم بقى تلميه في الكيس على طول. بس خلي بالك تخلي سمك الرغيف في الوسط، ما يكونش تخين قوي ولا رقيق. شايفين بقى السوا من تحت اللهم بارك، وكمان عطي لون حلو جدا من فوق. خلصت بقى كل الكمية ولميتها على بعضيها 13 رغيف. بجد طالع تحفة. بتمنى بجد ان انت تجربيه، بس تتبعي الخطوات للاخر وتمشي عليها مظبوط علشان يطلع معاكي طري. وافتح بقى معاكم رغيف من جوه. شايفين قلب الرغيف ما شاء الله خفيف وكمان طري، وطعمه بقى بجد حكاية. هينسيكي بقى عيش التوست او اي عيش انت عملتيه قبل كده. وتسوية الرغيف من جوه ما شاء الله حلوة جدا. بتمنى بجد ان انت تجربيه، بس تتبعي الخطوات للاخر. واتمنى بقى ان انت ما تنسنيش بلايك ولا اشتراك للقناة. استناني في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.